انا مش عارف هو ماله الاعلان. طيب نفسي اعرف ماله الاعلان، ماله الاعلان يا جمهور الزمالك؟ البعض من جمهور الزمالك يعني ان شايف ان الاعلان ده فيه اسقاط وكده. ماله الاعلان؟ ايه عربيه الاسعاف بيضه وفيها خطين حمر؟ طب ما هي طول عمرنا بنشوف عربيه الاسعاف باللون ده. ايه الجديد يعني؟ ايه الاسقاط في الاعلان؟ انا مش شايف ان الموضوع يعني يستحق كل الجدل اللي داير عليه ده، وان احنا هنقاطع وان احنا هنغير خطتنا كلها وهنقاطع اتصالات انتوا قاطعتوا قبل كده فودافون وقاطعتوا قبل كده وي وبتقاطعوا دلوقتي اتصالات. انا عايز افهم يعني ليه الموضوع واخد اكبر من حجمه كده للدرجه دي؟ قبل كده في 2010 كان احمد حسن عامل اعلان وكان جايب لابنه هديه، وقلتوا ان الهديه ديت مش عايز اقول ايه، انتوا اكيد فاهمين ايه الاعلان يعني، مع كان ايه ان هو كان جايب لابنه كذا واعتبرته كذا دوت اللي هو قصده الزمالك. لا مش معقول يعني. وفي 2019 وي كان عامل اعلان وكان في عروسه لابسه ابيض. طب ما العروسه لابسه، ما هي لازم تلبس ابيض. امال هتلبس ايه؟ هتلبس فحلقي؟ لا لا بجد مش طبيعي يعني، الكلام اللي بيحصل ده مش طبيعي. ايه الاسقاط في الاعلان؟ اعلان عادي جدا ما فيهوش اي ايه في كل حته هتلاقينا معروفه ان جمهور الاهلي اكتر من جمهور الزمالك، دي كده كده يعني معروفه. بغض النظر يعني، انا بخاطب الناس اللي هي كبرت الموضوع. ما طبعا في اخواتي الزملكاويه كتير ناس عقلانيه يعني، والناس بتفهم وناس مش مديه الموضوع اصلا اي اهتمام. لان الموضوع انا شايف ان هو ما فيهوش اي حاجه تضايق يعني. اقول لك على حاجه، في اسقاط في الاعلام بس مش للزمالك خالص نهائي. في اسقاط حرفيا في الاعلان، بس نفكر بقى بعقلنا شويه. يعني ايه، نلغي وضع الطيران اللي احنا عاملينه لعقلنا ده، ونفكر بقى شويه كده ونسمع الاعلام بقى ايه بعقلانيه اكتر. في اسقاط في الاعلام بس مش على نادي الزمالك نهائي. مش على نادي الزمالك نهائي. الاسقاط ده ايه بقى؟ الشباب اللي كانت في المدرسه ولابسه قميص سماوي، راحت فاتحه القميص ظهر تيشيرت الاهلي. اه ده اسقاط. اقول لكم الاسقاط ده ايه بقى. الاسقاط ده ان بيراميدز كان بيدفع، طبعا زي ما انتم عارفين كلنا عارفين بيراميدز بيدفع للشباب الصغير ده. يقول له تعالى التذكرة ببلاش وهتاخد فلوس وهتاخد وجبة والكلام الجميل ده كله. فطبعا الشباب دي بتروح تحضر الماتش عشان تستفاد بالقصة دي، بالوجبة وبالفلوس وبتاع. وأثناء ما الماتش ما هو شغال، ده حصل في ماتش الأهلي وبيراميدز. الشباب الجميل ده قلع التيشيرت بتاع بيراميدز ولبس تيشيرت الأهلي، أو هو كان لابس تيشيرت الأهلي تحت تيشيرت بيراميدز، وابتدى يشجع الأهلي. ده إسقاط. ده إسقاط إن أنتوا عمركم ما هتشترونا يعني. ده إسقاط. فالموضوع واخد اكبر من حجمه والله. مش قبل كده في 2010 قطعته فودافون عشان خاطر الاعلان بتاع كابتن احمد حسن لما كان جايب لابنه هديه في علبه حمراء، والهديه دي كان جواها كلب. واستاذ محمد معروف او محمود معروف الصحفي الزملكاوي الكبير طلع يتكلم وقال ان قصدهم الزمالك. معقوله؟ معقوله انتوا في فراغ في حياتكم للدرجه دي؟ وبرضه في 2016 الاعلان بتاع وي كانت العروسه لابسه ابيض. هو طبيعي العروسه هتلبس ابيض، امال العروسه هتلبس ايه؟ هتلبس فحلقي. ودلوقتي اتصالات. طب انتوا قطعتوا الشركات كلها ما فاضلكوش غير اورنج. ولا والمشكله الاكبر بقى ان الناس المسؤوله في نادي الزمالك زي كابتن احمد حسام ميدو العالمي طالع يقول ان انا قطعت شركه اتصالات وهروح اغير شريحتي اغير الشريحه وهحول لشركه تانية، مش عارف احول لايه. معقوله يعني؟ طب انتوا طيب انتوا طب الناس اللي هي بتنساق ورا الكلام ده، ما في عقل نفكر بيه؟ ما في عقل نفكر بيه ولا احنا لاغيينه؟ لا مش كده، لا والله بجد الموضوع واخد اكبر من حجمه. انا يعني عادي شفت وفجأة لقيت الاعلان اتمنع من العرض. طب اقول لكم على حاجة، الاعلان ده هيرجع تاني. الاعلان ده هيرجع تاني. هو عشان الشوشرة اللي حصلت حوالين منه هيتقدم وهيتراجع ومفيش اي مشكلة، والاعلان هيرجع يتعرض تاني خالص مفيش اي مشكلة. لان انا شايف ان الاعلان ده طبيعي جدا 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 يعني. بالمناسبة تيشيرت الاهلي ده مش بتاع اتصالات، ده بتاع فودافون، ده النسخة القديمة. عشان بس محدش يقول لي انت طالع لابس لنا تيشيرت الاهلي واتصالات وبتاع. يا جماعه اتصالات دي شركه كبيره، ده براند كبير، عمره في حياته ما هيعمل اعلان زي ده بيخاطب فيه الملايين ملايين الملايين، وهيسوق سمعته او هيعمل اسقاط زي ده على نادي كبير زي نادي الزمالك، نادي جماهيري ليه كل الاحترام وكل التقدير، عشان مجرد اعلان؟ لا طبعا. وبعدين اصلا السلوجان بتاع اتصالات بتاع اي اند، هو اصلا السلوجان ده ابيض في احمر.
فهو يعني بديهيا كده لما هيجي يعمل اعلان لبراندو اللي هو اصلا البراند بتاعه لونه ابيض في احمر، مش هيروح يجيب عربيه الاسعاف الصفراء او البرتقاني، هيجيب عربيه اسعاف لونها ابيض في احمر. الف ب يعني مش محتاجه كل الكلام ده. يا ريت يا جماعه ما نكبرش الموضوع، ندي الموضوع اكبر من حجمه. احنا في حاجات قطعناها فتره ورجعنا جبناها تاني، في كنا مقاطعين عشان خاطر اخواتنا، ربنا ينصرهم يا رب ويحميهم. ولا ما نهتمش بحاجات كده ممكن تعمل فتن يعني. يا جماعه اللي اصلا عرض الفكره دي او اللي هو اتكلم في الفكره دي، انت كده ممكن تعمل فتنه بين الجمهورين. لا خلينا اكبر من كده، خلينا نتكلم بعقلانيه شويه. السلام عليكم.